السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما ابدا فيديو النهارده حابب ارد على التعليق ده، والتعليق ده جاي لي على الفيديو اللي قبل ده، لا اللي قبل منه. تمام. التعليق باختصار بيقول واضح انك عايز تبيع القناة عشان ما بقتش تجيب مشاهدات زي الاول. طيب انا هرد على التعليق على السريع كده علشان نشوف الفكرة اللي معانا. بصوا يا جماعة، أنا الفترة اللي عدت يمكن من سنتين وأنا يعني بتكلم عن القضية وكده. فالمهم مع الوقت ابتدت القناة إن هي مشاهداتها تنزل خالص، فتواصلت من خلال صديق ليا برضو عنده قناة تقنية. المهم تواصل وكلم الدعم. لما كلم الدعم قالوا له انت قناتك جاي عليها حاجة اسمها شادو بان. شادو بان ده يا جماعة يعني زي حظر كده، او زي ان القناة معمول عليها حظر او معمول عليها بلوك، ان هي لا تقترح او مشاهداتها يعني زي ما تقولوا كده يا جماعة عقاب او جزء او جزاء او حاجة زي كده. للناس اللي ما تعرفش، جوجل بكل خدماته هي داعمة للكيان. تمام. فيسبوك طبعا كله داعم للكيان. كل المنصات اللي انتوا شايفينها دي ما عدا التيك توك، لان التيك توك منصة صينية. تمام. فهي تعتبر هي ومنصة اكس يعني يعتبر هما الاتنين اللي هما بيعرضوا كل حاجة بحيادية يعني، علشان برضو ما نتوش عن موضوعنا. فده السبب اللي مخلي القناة بنفس الشكل. طب العلاج بتاعها يا جماعة، لما قعدت اتواصل معاهم واتكلم قالوا لك تبطل ان انت تنزل بوستات على المنتدى بتتكلم عن القضية وتمسح اللوجو اللي موجود على القناة. اللوجو بتاعك عليه اللي هو العلم بتاع فلسطين. فانا طبعا رفضت الكلام ده كله، والحمد لله انا في ايدي ان انا القناة تسحب، ولكن انا مش عايز اعمل كده لان مش هبقى محترم نفسي. انا احس ان انا بعمل حاجة انا مش راضي عنها تماما. فدي يعني اقل حاجة نقدر ان احنا نعملها ان احنا نتكلم عنهم. حتى كمان الكلام اصبح ان هو مرفوض، ودي حاجة طبعا مش اي حد يقبلها يعني. ده باختصار ردا على التعليق، ويمكن مش باختصار، معلش طولت عليكم. ولكن هشرح لكم برضو الفكرة بشكل سريع. جبت قطعة من الفلين على شكل دايرة، وابتديت ان انا الزق عليها قطع برضو من الفلين باستخدام اللي هو الغيرة الابيض على القطعة دي. تمام زي ما احنا ما شفنا. بعد كده بقى اللي هو موضوع الفيديو بتاع النهاردة، اللي هو بجيب شوية اسمنت ابيض وبجيب غيرة ابيض، وبعد كده بجيب عليهم يا جماعة اللي هو الزنك، بودرة الزنك. بودرة الزنك دي مميزة جدا وشكلها ممتاز، وكمان بتدي نعومة وبتدي قوة كمان، يعني بتدي نعومة في الملمس بتاع العجينة اللي احنا بنعملها او المادة دي. وكمان بتدي قوة وبتعمل تماسك اكبر. ده بالنسبة للمادة دي، وبتغطي كمان. خدوا بالكم لان هي بتدخل اصلا في صناعة الالوان، فهي اصلا بتغطي المساحة كبيرة، وبتغطي يعني بتكسي الشكل. ابتديت بعد كده ان انا ادي طبقة من نفس المادة دي. طبعا انا بخلي القوام بتاعها سايل شوية علشان تفرد معايا، وبعد كده بسيبها تنشف براحتها خالص. وبعد كده ببدأ ان انا اديها كمان طبقة. انا محتاج ادي طبقتين او ثلاثة. هي كده كده مش طبقة مش بتبقى سميكة، بتبقى خفيفة شوية، بس انا لازم اسيب الطبقة عشان دي تشيل دي. واخدين بالكم؟ بس كده. وبعد كده جبت اللي هو العلبة دي، وابتديت ان انا اقصها زي ما انتم شايفين بالطول، بحيث ان انا اخد الجزء ده، وابتديت ان انا الزقه على الشكل اللي معايا ده. المادة دي بتستخدم في حاجات كتير يا جماعة، في سحب المعجون. يعني ممكن استبدلها عن المعجون نفسه لو مش متاح عندي معجون حوائط. في برضو ان انا اعمل بيها اصب بيها قطع صغيرة، يعني قطع فنية صغيرة، اذا كانت تحف او قطع صغيرة ببدأ ان انا اشتغل بيها، مثلا بعمل بيها شغل تاني او بحطها على حاجة تانية وبكمل الشكل معايا. الحاجات دي ان شاء الله هنعرضها برضو اول باول. ولكن انا هنا يا جماعة بعمل نموذج علشان بس اجرب معاكم المادة. المهم بعد كده حطيت اللي هي المناديل دي وبغير ابيض مخفف، وبعد كده ببدأ ان انا الزقها، بسيبها تنشف براحتها خالص، وبعد كده ببدأ ان انا اشطب بالالوان دي. هتلاحظوا هتلاقي الالوان دي فيها لمعة جميلة جدا، واللمعة دي بتعود على نوع اللون نفسه او نوع الالوان او الدهانات. دي اسمها دهانات مائية لؤلؤي، يعني بيكون فيها مادة اللؤلؤ او مادة لمعة كده، اذا كانت في النحاسي او في الذهبي او في اللون اللي هو الفضي. طبعا انا هنا خدت شوية فضي وحطيت عليهم شوية اسود، فادوني اللون ده.
اللون ده مش اسمر صريح يا جماعة، اللون ده برضو مدي على الفضي سنة. وبعد كده انا بطعمه برضو باللون اللي هو الابيض اللؤلؤي، فبيديني لون افضل يعني. وده اللون اللي قدامكم ده اللون اللي هو النحاسي الصريح. الالوان دي جميلة جدا، وانا الفترة دي هبدأ ان انا اشتغل بيها، كنت شغال بيها من فترة طويلة، كانت جميلة جدا. واللون برضو الاخضر ده برضو نفس القصة. وده الشكل النهائي. طبعا الشكل ممكن ما يكونش حلو جدا، ولكن انا هنا بجرب المادة. فيعني لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة من القلب، وتدعوا لاخواتنا يا رب ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا يا رب العالمين. وهنفضل ندعمهم حتى لو بالكلمة، وربنا يا رب يفك الكرب عنهم. شكرا، السلام عليكم.